قيل عنه أنه من أبغض البقاع إلى الله، وقيل عنه أنه من أشر ماء على وجه الأرض، وقيل أيضا أنه به أرواح الكفار والمنافقين. على مدار قرون عديدة سيطر الخوف والرعب على سكان المهر شرقي اليمن، حيث كثرت الأقاويل والأساطير حول بئر برهوت وكونه سجن الجن أو قعر جهنم مثل ما يطلقون عليه. ولم يستطع أحد فك لغز المكان الذي تنبعث منه روائح كريهة باستمرار، فضلا عن حدوث العديد من الظواهر الغريبة داخله دون أن يجد لها أحد أي تفسير. هو بئر برهوت، بئر عميقة لا قعر معروف لها، نسجت حولها الأساطير والحكاوي الموجعة وسط غموض في الحقيقة والتفاصيل. يقول المواطنون أن البئر وجدت قبل التاريخ، وأن الإشاعات والأقاويل كثيرة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. هو بئر تاريخي يقع في حضرموت باليمن، قيل في واد يعرف بوادي برهوت، ذكرت في بعض الأخبار القديمة وكذلك في بعض الأحاديث النبوية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر فيها أن في البئر شر ماء على وجه الأرض. لا يتضح من الروايات التاريخية أو الأحاديث النبوية الموقع الفعلي لبئر برهوت، ولا يعلم عنه سوى أنه بئر في إحدى وديان حضرموت. هناك اجتهادات وروايات متداولة ينسبها السكان المحليون لموقع البئر، لكن لا مراجع أو مصادر موثوقة تؤكد ذلك. كانت إحدى هذه الروايات أنها حفرة خسف تقع في منطقة فوجت في محافظة المهرة، وتعرف بخسف فوجت، ويطلق عليها السكان اسم بئر برهوت. يبلغ قطرها ما يقرب من 30 مترا عند السطح، ويبلغ عمق قعرها أكثر من 120 مترا. لا يرى داخلها إلا عندما تكون أشعة الشمس متعامدة تماما مع الفجوة. تسكنها الحمائم البيضاء والأفاعي، ويسمع صوت ماء جار في أعماق البئر، ويحكى عنها الكثير من القصص والحكايات الغير الموثقة. يقال أن الأجداد أتوا لجلب الماء من البئر بسبب شحة المياه، وكانوا ينزلون أحد الأفراد ليجلب الماء من خلال ربطه بحبل، وفي إحدى المرات صرخ، وحينما رفعوا الحبل لم يجدوا غير رأسه. ومن الخرافات التي تحكى وتروى عن هذه البئر التي سمعنا بها من بعض القاطنين لهذه المنطقة، أن هذه البئر حفرها لملوك الجن من أجل أن تكون سجون لهم يدعون فيها من يخالفهم أو يعصيهم، واستدلوا على صحة هذه الخرافة بالظلمة الحالكة في قاع البئر والغازات والأبخرة التي تتصاعد أحيانا من قاع هذه البئر. أما الخرافة الثانية فتقول أن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة استعان بالجن في حفر هذه البئر من أجل إخفاء كنوزه، وعندما مات هذا الملك استوطن أتباعه من الجن هذه البئر، ولهذا أطلق عليها برهوت، حيث أن اسم برهوت في اللغة الحميرية القديمة معناها أرض الجن أو مدينة الجن. جرت عدة محاولات فردية لاستكشاف بئر برهوت، حيث كانت من هذه المحاولات ما قام به أشخاص من شركة خط الصحراء باليمن، حيث تم ربط أحد موظفي الشركة بحبل من أجل أن ينزل إلى قاع البئر، ومعه كاميرا فيديو لتصوير عملية النزول. وتمت عملية النزول تدريجيا حتى تم النزول إلى 100 متر تقريبا، وبعد ذلك طلب هذا الموظف أن يتم رفعه بسرعة. وعندما سئل بعد طلوعه عن سبب صراخه قال: رأيت حلقة البئر وكأنها ستغلق علي. وعندما أرادوا مشاهدة ما تم تصويره بواسطة الكاميرا صدموا عندما رأوا أن ما تم تصويره هو ظلام دامس، رغم أن وقت النزول كان الوقت المناسب لمشاهدة البئر بوضوح. جرت عدة محاولات فردية لاستكشاف بئر برهوت، حيث كانت من هذه المحاولات ما قام به أشخاص من شركة خط الصحراء باليمن، حيث تم ربط أحد موظفي الشركة بحبل من أجل أن ينزل إلى قاع البئر، ومعه كاميرا فيديو لتصوير عملية النزول. وتمت عملية النزول تدريجيا حتى تم النزول إلى 100 متر تقريبا، وبعد ذلك طلب هذا الموظف أن يتم رفعه بسرعة. وعندما سئل بعد طلوعه عن سبب صراخه قال: رأيت حلقة البئر
وكأنها ستغلق عليه. وعندما أرادوا مشاهدة ما تم تصويره بواسطة الكاميرا صدموا عندما رأوا أن ما تم تصويره هو ظلام دامس، رغم أن وقت النزول كان الوقت المناسب لمشاهدة البئر بوضوح. وتعد هذه الحفرة الغامضة محل اهتمام كبير بالنسبة للفريق العماني لاستكشاف الكهوف، إذ أثيرت حولها الكثير من الروايات والأساطير منذ قرون. وبحسب ما ذكرته الجمعية الجيولوجية العمانية عبر حسابها على موقع انستجرام، فإن هناك الكثير من الروايات التي ارتبطت ببئر برغوث، ومن بينها ما يقال أن بها أرواح الكفار، وبها أشر ماء، وأن الماء فيها أسود، وقيل إنها أبغض بقاع الأرض، كما قيل إنه كلما مات أحد من كبار كفار مكة سمع صوت صراخ في هذه الحفرة. وأكدت الجمعية العمانية أن هذه الحفرة هي بلا شك ليست بئر برغوث على عكس الأساطير والروايات، حيث أن مياهها عذبة، كما لم يسمع الفريق العماني خلال عملية الاستكشاف أي أصوات، ولم يشاهد أي حيوانات مفترسة أو ما هو خارج عن المألوف. أما بالنسبة لما وجدوه فريق البحث داخل الحفرة فيشير إلى أنها تضم تكوينات كلسية والتي تعرف باللآلئ الكهوف، وذلك نسبة لشكلها الخارجي الذي يشبه اللؤلؤ، وتعيش فيها مجموعة مختلفة من الكائنات الحية كطيور الحمام والجوارح، وكذلك الأفاعي والضفادع والعديد من الحشرات مثل الخنافس. وذكر أيضا أن الحفرة تتضمن 4 شلالات، وتتسرب المياه في فتحة صغيرة بعمق 4 أمتار، وبعدها تضيق بحيث لا يمكن الولوج إليها. وما تزال هذا البئر سر من أسرار الطبيعة المليء بالغموض